ورحمة الله. المسج دي لكل ست بيت قاعدة في بيتها، يعني مش بتنزل تشتغل. أنا عايزة أقولك إن كل الناس اللي في السوشيال ميديا، أو معظم الناس، مش هقول كل الناس، يتكلموا عن الكارير ولازم يبقى ليكي كاريرك وليكي شغلك وليكي كيانك. كل الكلام ده سوري، كل الكلام ده بلح. ما تصدقيش أي حاجة من الحاجات دي. الناس اللي بتطلع تشتغل حتى لو عندها كارير، حتى لو انت شايفه ان هم ناجحين قوي قوي قوي، مش مرتاحين، تعبانين جدا. وانت قعدتك في البيت مش حاجه وحشه، بالعكس انت قاعده بتعملي اعظم وظيفه في الدنيا، انك بتاخدي بالك من بيتك ومن ولادك، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ركزي بس فيها شويه وحسيها انها ممتعه. هي فعلا ممتعه، ربنا يا رب يديمها عليكم يا رب، ويديمها علينا كلنا نعمه التواجد في البيت والحفاظ على البيت. اعملي جدول ليومك، اصحي فيه بدري، العبي شويه رياضه، حتى لو شغلتي اي فيديو وقعدتي كده تنططي معاه. اقري كتير، انتي بتعملي حاجه عظيمه وتؤجري عليها. وان شاء الله يا رب انا بدعي لكل ست قاعده في بيتها بتاخد بالها من البيت ومن الولاد، وحتى لو ما عندكيش ولاد ان شاء الله ربنا يرزقك. حتى لو قاعده في البيت بس بتهتمي بالبيت وبنظافه البيت وبنظافتك وبطلبات جوزك، دي اعظم حاجه انت بتعمليها. بشكركم.